المكان اللي ورايا ده مش في اوروبا ولا في طرابزون تركيا، احنا هنا في السعوديه، واللي ورانا ده اكبر معصره عسل في العالم. في اليوم الواحد بس بتعصر 100 كيلو عسل. احنا هنا في السعوديه، محافظه رجال ألمع في الجنوب جنب ابها، وتحسوا ان احنا في بلد تانية. حوالينا خضار في كل مكان، وشكل الاشجار والغابات هنا رهيب. شايفين عربيه الشرطه دي شرطه النحل، الحيطه على شكل خليه النحل، والوان حوالينا في كل مكان. في عيله ساكنه هنا. نعم، هذا بيتهم الشخصي. وتكلفة دخول المكان ده 10 ريال بس. المكان كله معمول ديكورات خشبية، والمباني بشكل المباني العصرية القديمة كلها بالأحجار. والعيلة صاحبة المكان ده عندهم أنواع عسل كتير جدا هنا، فتعالوا ندخل نتفرج على أنواع العسل اللي موجود عندهم. رجال ألمع، او النطق بقى المشهور هنا رجال ألمع. احنا عائله قرويه بسيطه، عملنا كل ده بمقومات الريف اللي كانت مهمله والطاقه البشريه اللي موجوده عندنا. وخلال 14 شهر من اول ما فتحوا زارهم 700 الف ضيف من كل الجنسيات دي، اكتر من 100 جنسيه. مجهود يحترم الصراحه، مكان حلو قوي. يا استاذ عبد الله، هم في الاصل العيله هنا نحالين؟ هم يعني اكثر العوائل اللي هنا يهتمون بالنحل. دي الموناليزا بس باللبس العسيري والمنديل الاصفر. حتى ملكه النحل لابسه بالالوان العسيريه. احنا كده في الدور الثاني، فده البيت بتاع اهل الكوخ. والدور بقى الاخير اللي هو الروف، عاملين عليه المكان اللي الناس بتزوره. السلام عليكم. نستكشف المكان بقى، نشوف هنا فيه ايه. هو المكان هنا من الاخر بيشرح لك ازاي بيخرجوا العسل وايه انواع العسل اللي موجوده، وتقدر تدوق العسل وتشتريه من هنا. نخلع حذائنا عشان ايه، نشوف احلى منظر ممكن تشوفه من الكوخ هنا. احنا دخلنا في الكوخ هنا وباصص على المنظر. ممكن تبقى نايم هنا وجنبيك خلايا النحل. هنا في خلايا، يعني دي خلايا حيه، ده النحله جوه اهو، والخلايا محطوطه. دي كلها انواع عسل مختلفه، 53 نوع عسل مختلف. ده كده شكل المناحل. ده المنحل القديم، جذع شجره طبيعي زي ما هو، ولكن طبعا بيبقى ليه تجهيزات كده عشان يتقفل. وده الشكل الجديد اللي بيستخدموه دلوقتي، اسهل في ان هو يتشال عشان اصغر وبيعرف يعمل فيه كميات اكبر. وده طبعا تقيل جدا ان هو يتشال. هنا في جلستين، دي جلسه بالطراز الاوروبي القديم كده الريفي، وقدامنا طاحونة الهواء. مهندس محمد الألمعي هو صاحب المكان، وده بيت العيلة، وهو اللي عامل تصميم الكوخ كله. والجلسة الثانية على الطراز العسيري التقليدي. الكوخ مريح جدا نفسيا، والديكورات فيه رهيبة. دلوقتي هنروح على المكان اللي بندوق فيه العسل. أنا صراحة بختار نوعين عايز أدوق. تخش من هنا عشان تدوق العسل، وفي هنا محل لو عايز تشتري أي نوع حبيته تخش هنا تشتري النوع اللي أنت عايزه. عسل الشوكي. and immediately replaced with each package of honey. The person كوخ العسل نجدد الترحيب بكم. كل برطمان عسل اسم النوع والفوائد بتاعته. انا عايز اجرب الصدر. العسل هنا والخليه هنا والاشجار هناك اللي طالع منها العسل. كل نوع عسل تجربه، تاخد خشبه من هنا، تفتح البرطمان. نجدد الترحيب بكم، فاهلا وسهلا بكم الوقائيه اثناء تجارب العسل. يبقى عشان في نور تحت. المرافقين لا تترددوا بطلب المساعده من المرافقين. ده عسل السدر. طبعا في هنا نوعين عسل سدر. ده المشهور اكتر صح؟ لاي سبب من الاسباب. لما تخلص دي ترميها بقى. ده عسل السدر الابيض، نادر وكمياته قليله جدا. شوف بقى ايه الراجل هنا، ايه النوع المفضل بالنسبه له؟ عندك المجر الابيض، عندك الزعفران النادر. الزعفران النادر والمجر الابيض، دول اكتر نوعين انت بتحبهم. وده نادر فعلا ولا هو اسمه كده؟ يا سلام على الالوان. عسل زعفران فلونه واخد من لون الزعفران. وسلام. الله، هو اكنك حط عسل عليه زعفران يعني. بس انت لو جبت عسل عادي حطيت عليه زعفران مش هتحس بطعم انه عمره ما هيدوب جواه. ده اكن الزعفران دايب جوه العسل، ان هو طالع من شجر الزعفران. بس هو في شجر زعفران هنا ولا ده مش من هنا اصلا؟ نوع اسمه المجري. فعسل عامل ازاي؟ تحسه يعني زبده. العسل المجري. نخرج من بطونها شراب مختلف الوانه. دي كده الوان العسل المختلفه، كل الدرجات، يبدا من الابيض لغايه العسلي، احمر شويه زعفراني، لغايه الاسود.